السلام عليكم. عندنا واحد المشكل في المغرب كبرنا معاه بلا ما نحسو. مشكل كيسرق فرص، كيطيح احلام، وكيحبس الرجال والعيالات في نفس البلاصه. ماشي مشكل الفقر، وماشي مشكل قلة الفرص. المشكل هو نظرة الناس والعيون اللي كترصدك على لا شيء. واللي ما حررش راسو من هاد القيود راه مستحيل ينجح كيف ما كان الذكاء تاعو ولا الجهد ديالو. هو علاش هاد المشكل عندنا حنا المغاربه بزاف بالمقارنه مع الشعوب اخرى؟ هو المشكل ماشي صدفه، هو المشكل نتيجة تاع ثقافة، تاع تراكم، ونبيع ثلاثة تاع العناصر المهمين. العنصر الأول هو التقارب. كتلقى المغربي عايش وسط مجتمع صغير، دار، حومة، عائلة، الناس عارفين على بعضياتهم أكثر من القياس، وأي خطوة صغيرة كتولي حديث. العنصر الثاني هو المقارنة. من نهار كيتزاد الولد هو كيبدا في السباق تاع شكون قرا حسن، شكون خدم حسن، شكون تزوجات حسن. العنصر الثالث هو الخوف من الفضيحة. ماشي الخوف من الغلط، لا، الخوف من أن الغلط يبان. وهنا اللي خلى بزاف ديال الناس يعيشوا حياة ماشي ديالهم، حياة معمولة باش يسكتوا بها ألسنة الناس. يعني أنا عايش باش الناس ما تهضرش، ماشي باش يرضيو الله ويرضوا نفوسهم. كتلقانا ما كنخافوش من الناس حتى كنكبروا، مثلا حتى كنوصلوا للخمسينات ولا الستينات، لا، كنخافوا من الناس وحنا باقيين صغار. من حنا صغار كنا كنسمعوا لا راه عيب، سكت الناس راه يضحكوا عليك، عندك تعاود لشي حد، ما تبانش ناقص قدام العائلة. فالعقل ديالنا كيبدا كيرتب هذا الصوت الداخلي وكيعطي واحد الخلاصة، هو أنه باش تعيش خاصك ترضي الناس. واش هاد الشي عادي؟ لا، ماشي عادي. هذا راه واحد النوع من الاستعباد النفسي اللي كيخلي الإنسان كيعيش بلا شخصية. الحقيقة المرة هو أن حنا ما كنخافوش من الفشل، كنخافوا من اللي غادي يسمع بالفشل. مع أن الفشل الحقيقي هو أنك ما تبداش أصلا. تقدر ما تخافش من أن المشروع يخسر، ولكن تخاف من الناس يعرفوا أن مشروعك خسر. وغتخاف من أنك تكون عبرة في واحد الجلسة، أو موضوع نكتة في قهوة. وهنا الكارثة، يعني كتخاف من شي حاجة اللي ما كتملكهاش، ما عندكش عليها سلطة باش تصلحها. المغربي كيعيش في فيلم مستمر، هو البطل والناس هو الجمهور. والمشكل أن الجمهور ما كيتفرجش أصلا، كل واحد منشغل براسو بهمو بخوفو. لكن العقل ما كيتقبلهاش بسهولة. علاش؟ حيت المجتمع علمنا اللي بغى يعيش مرتاح خاصو يكون مرضي عند الناس، بينما الحقيقة هو أن الناس ما كيعطوش قيمة غير اللي عاطي راسو قيمة. الخوف كيخليك تولي تجري وراء صورة ماشي وراء المستقبل ديالك. كتختار الخدمة اللي كتعجب الناس ماشي اللي كتفتح لك باب الرزق. كتختار تقرا مجال اللي كيدويو عليه ماشي اللي كيتلائم مع الطاقة تاعك. كتختار الزواج باش تهرب من الهضرة ماشي باش تبني أسرة مستقرة. كتعيش باش تحافظ على سمعة، ومع الوقت كتولي ما عارف شكون انت اصلا. ومع الوقت كيولي الخوف كيدمر الحياة العملية تاعك كاملة. وهادشي شفناه ومازال كنشوفوه. ما كتستثمرش في راسك، كتخاف يضحكوا عليك. ما كتبداش مشروع، كتخاف تفشل قدام الناس. ما كتبداش صفحة جديدة، كتخاف يقولوا لك تبدلتي. ما كتبدلش خدمة، كتخاف أن يقولوا لك هذا راه فاهم. لو كنا كنبداو بلا خوف راه المغرب غادي يكون دولة أخرى. دابا وصلنا للعلاج الحقيقي. الله عز وجل قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. واش فهمتي المعنى؟ الله ما قالش إلا عرف الناس فيكم خيرا، قال الله. وقال سبحانه: والله أحق أن تخشاه. يعني الخوف الواجب الوحيد هو خوفك من أنك تضيع حياتك بلا معنى. وكيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا هو لب الموضوع. إلا عشتي طالب رضا تاع الناس عمرك ما غادي ترتاح، ولكن إلا عشتي طالب رضا ديال الله الناس غادي يسكتوا بوحدهم. الناس ما غاديش يتوقفوا من الهضره، ولكن حياتك غادي تتوقف إلا بقيتي كتفكر فيهم. حرر راسك، بدا حياتك وخلي الناس يديروا خدمتهم ودير انت خدمتك. إلا عجبك هذا المحتوى وبغيتي نفصلوا في مواضيع بحال هذه من الأعماق ضغط على أبوني وراه اللي جاي أقوى. سلام.